السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ معاكم احمد. النهاردة هنتكلم عن دبلومة الأشعة. الموضوع ده بيهم ناس كتير جدا خريجين قسم الفيزيكس او حاجة دبل ميجور مع الفيزيكس، او خريجين البايوفيزيكس او الميديكال بايوفيزيكس دايما بيسألوا عن دبلومة الأشعة. عشان نفهم الموضوع ده بزوايا وازاي تاخدها في المكان الصح، لازم في الأول نفرق ما بين خريج قسم فيزيكس وخريج قسم بايوفيزيكس. خريج قسم فيزيكس بيدرس طبعا كل حاجة عن الفيزيكس، ولازم بيبقى مهتم بالكوانتم ميكانكس، النيوكلير فيزيكس، السوليد ستيت فيزيكس، الكلاسيكال فيزيكس، الكترومagnetic ثيوري. كل الكلام ده كله بيدرسه طالب فيزيكس بتعمق، عشان ده كله بيزكس هتهمه بعد كده في الريسيرش ايا كان الريسيرش او الفيلد بتاعه اللي هيخش فيه، فلازم يبقى عارف البيزكس دي كلها. لكن قسم البايو فيزيكس لا، هو مش كده. هو بيعمل يشوف الابليكيشن بتاعه الفيزيكس في البيولوجي. يعني انا دلوقتي بطبق الفيزيكس في البيولوجي ازاي، ده فكره البايوفيزيكس. عشان كده هو اتسمى فكره بايوفيزيكس، يعني كانه رابط ما بين البيولوجي وما بين الفيزيكس. الدراسه في القسم ده بتتقسم لجزئين، جزء ليه علاقه شويه بالميديكال فيلد وجزء ليه علاقه بالمولكيولار فيلد. خلينا نبتدي في الجزء الاولاني اللي ليه علاقه بالميديكال فيلد. الميديكال فيلد عموما هو بيدرس الراديشن. الراديشن بقى زي ايه؟ زي الاكس راي، الجاما راي، اي انواع راديشن ممكن تتخيلها، الرمن، اي نوع من انواع الراديشن هو بيدرسه بالتفصيل. ليه؟ لانه بعد كده ده بيأهله انه يبقى اخصائي في المستشفيات اللي بتعالج الاورام، لانه هو بيبقى مسؤول عن خطة العلاج، وكمان بيبقى مسؤول عن المدة والدوز اللي يتعرض ليها المريض قد ايه. فهو بيدرس بقى كل الكلام ده بالتفصيل في القسم بتاعه. كذلك بيدرس الكواليتي كنترول والكواليتي اشورنس للاجهزه بتاعته، لازم يبقى عارفهم كويس. وكذلك في جزء ليه علاقه بالنيوكلير ميديسن، الطب النووي. الجزء ده بيهتم ان هو يقدر يصنع المادة المشعة اللي هيحقن بيها المريض، عشان بعد كده يعمل له الأشعة اللي بالصبغة والشغل ده كله اللي احنا عارفينه. وطبعا مجال عمله بيبقى في أماكن اللي بتعالج الأورام زي 57 357 بهية وما إلى ذلك. أي حد بيشتغل إنه يعالج الكانسر بالراديشن، ده بيبقى اتجاه الشخص اللي بيدرس بايوفيزيكس من ناحية الميديكال. بالنسبة بقى للمولكولار بايوفيزيكس، المولكولار بايوفيزيكس هو بيدرس ان هو ازاي يحضر مادة بتكون غالبا في النانو رينج، عشان المادة دي تبقى تشيل المادة الفعالة بتاعتي لحد ما توصلها للخلايا السرطانية. فيعني شغله بيبقى قريب قوي من السوليد ستيت فيزيكس، ان هو يجيب مادة ويحضرها في النانو ويتأكد ان هي في النانو، ويعمل لها تام وسم وحاجات كده كتير، يتأكد من الكاركترايزيشن بتاعها ويتأكد من المادة اللي هو عملها دي هل هي مظبوطة ولا لا، وبعد كده بيدخلها بقى في ابلكيشن ويشوف هل هي افكتيف ولا لا. فده جزء المولكولار بايوفيزيكس. القسم ده بيهتم بدراسة الجزئين دول. طيب هل دي حاجة كويسة؟ هي حاجة كويسة، ولكن في بعض العيوب. ايه هي؟ انه ما بيدرسش نيوكلير فيزيكس باستفاضة، ما بيدرسش كوانتم ميكانكس باستفاضة، ما بيدرسش الكترومagnetic ثيوري باستفاضة، مع ان الحاجات دي مهمة جدا جدا للتخصص بتاعه. وده طبعا بيبقى مشكلة ان الدراسة بتبقى في القسم حوالي 3 سنين بس، لان اول سنة جنرال يعتبر ما بيدرسش فيهم بايوفيزيكس قوي، وبيتعرف على الكلية، ففعليا هو بيستفيد من الكلية في 3 سنين بس. فعشان كده ناس كتير بتفكر ان هي تاخد دبلومة الاشعة. طب لو انت بقى خريج بايوفيزيكس، لو انت خريج بايوفيزيكس وعايز تشتغل في جزء ليه علاقة بالراديشن، فانت مش محتاج غالبا تاخد الدبلومة دي، لان المفروض ان القسم بيأهلك للشغل في المكان ده على طول. ولكن تعالى نفترض ان انت حابب ان انت تدرس وتاخد دبلومة، ساعتها ارشحك ان انت تاخد في قسم الفيزيكس، ما تاخدهاش في البايوفيزيكس. ليه بقى؟ لان في قسم الفيزيكس هيدوسوا شوية عليك في جزء النيوكلير فيزيكس، جزء الراديشن، هيدوك ليه بعد اعمق فيزيائي ويفهمك الثيوريتيكال موديلز اللي بتفسر الكلام العملي اللي انت بتشوفه. فعشان كده انا برشحك ان انت تتنقل ناحية الفيزيكس لو انت كنت خريج بايوفيزيكس، لان برضو انت لازم تبقى فاهم حاجة كويس قوي. انت بتبقى اخصائي مش فني، وفي فرق كبير جدا ما بين الاتنين. الفني ده مجرد واحد بيدوس على الزراير، تروح تقول له مثلا اعمل لي اكس ار دي، دوس تك 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 يطلع لك ادي الاشعه، اعمل لي كذا يعمل كذا. لكن هو مش فاهم الزراير دي والكميات اللي بيتحكم فيها دي على اساس ايه. يعني ما يقدرش مثلا يقول للمريض ايه خطه العلاج بتاعتك بالراديشن. هو ياخد المريض ويعمل له الدوس بتاعته،
لكن ايه السبب ان انا حددت الدوس بالكميه دي في المده دي؟ ما يعرفش الكلام ده. ليه؟ لانه ما درسش البيزك ساينس والبيزك فيزيكس اللي المفروض يتعلمه، ولا حتى بايوفيزيكس. فده فرق كبير. فانت كاخصائي لا، انت لازم تبقى فاهم كويس قوي كل حاجه عن التخصص بتاعك، وتبقى فاهم الفيزيكس بتاعتها. طب قولي، طب وانا هستفيد ايه بالفيزيكس بتاعتها؟ لا، ده تستفيد منه كتير. انك انت تبقى دارس الفيزيكس بتاعتها ده يسهل لك ان انت تعرف تطورها. انت حاجه دلوقتي بتشتغل قدامك، عشان تطورها لازم تفهم الميكانيزم بتاعها اللي بتشتغل بيه. لو الميكانيزم بتاعها ده انت فهمته نظريا كويس قوي، ممكن تطبقه. او انت ممكن تلاقي حاجه بتحصل عمليا ملهاش امباكت نظري، يعني ملهاش حاجه نظريه بتفسرها، فتبدا ان انت تعمل موديلنج للشكل النظري، ان انت تحسنه او تضيف ترم او تعمل حاجه. ده يضيف جزء كبير في الريسيرش. فده لو انت عايز تشتغل برضو في الريسيرش لازم تبقى فاهم قوي قوي البيزكس بتاعت الفيزيكس، كوانتم ميكانكس، نيوكلير فيزيكس، بارتيكل فيزيكس، حاجات لا غنى عنها. كذلك السيمي كوندكتورز، يعني حاجات كتير قوي لازم تبقى دارسها في الفيزيكس. فعشان كده انا برشح لك الدبلومه تروح لقسم الفيزيكس. طب لو انت بقى خريج، خلينا نفترض قسم الفيزيكس او فيزياء كيمياء او طيب ساعتها بقى لا، انت عايز تدرس وتخش في مجال الاشعه، يبقى انت تروح للناس اللي هتعلمك الاشعه بجد، اللي هم البايوفيزيكس. البايوفيزيكس هناك في الدبلومه هتتعلم حاجات كتير انت ما درستهاش في الفيزيكس. انت عندك الثيوري كويس قوي، والنظريه عندك كويسه وهايله جدا، ولكن انت محتاج تشوف الامباكت بتاعها في البيولوجي. مش هتفهمه ولا هتعرفه ولا هتبدأ تربط الكلام ببعضه غير لما تروح تاخد الدبلومة هناك في البيولوجي. يعني انت صعب ان انت تبقى خريج فيزيكس وتروح تشتغل على طول في مجال الأشعة. لا، انت لازم تاخد الدبلومة الأول، هتسهل لك كتير قوي 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 ان انت تشتغل في مجال الأشعة. لكن تبقى خريج فيزيكس وتخش على الأشعة كده على طول، لا طبعا، انت مش فاهم اي حاجة، ولا فاهم الجهاز ده ايه، ولا حتى عارف شكله ايه. فطبعا مش هينفع. فانت لازم في حالة الفيزيكس ان انت تاخد الدبلومة. ولكن تاخدها منين بقى؟ تاخدها من قسم البايوفيزيكس. ما تروحش لقسم الفيزيكس اللي انت كنت فيه وتاخدها فيه، لان لو رحت لقسم الفيزيكس اللي انت فيه وتاخدها فيه مش هتستفيد قوي. يعني دي تجربة وتجارب ناس كتير، وانا يعني بجيب لك من الاخر، مش هتستفيد قوي. طيب نسأل السؤال المهم، هل الدبلومة دي تخليني افتح مركز اشعة؟ طبقا للقانون المصري لا، ما تقدرش تخليك تفتح مركز اشعة. على عكس التحاليل مثلا، انت اخدت دبلومة تحاليل تعرف تفتح معمل تحاليل، لا. لكن مراكز الاشعة ما معكش ترخيص ان انت تفتحها، لازم يبقى اللي يفتحها يبقى خريج طب. ولكن يعني نتمنى الكلام ده يتعدل طبعا، لانه كلام فيه يعني شوائب كتير. وبس كده احنا خلصنا الجزء ده، واتمنى ان انت تكون فهمت ازاي تختار لو حابب ان انت تخش للدبلومة. وهتدعمني جدا لو عملت سبسكرايب للقناة، واللايك لو الفيديو عجبك. وبس كده، السلام عليكم.